السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سومة من قناة ميدو سومة. رجعت لكم النهاردة بفيديو جديد وبطل جديد. زي ما انتوا شايفين في الفيديو قدامكم، ده شاب مصري بينقذ 3 اطفال من الموت حرقا. اسمه جهاد يوسف زكي، وهتلاقوا صورة جهاد في اخر الفيديو. كملوا الفيديو للاخر. شاب مصري زي ما قلت لكم تصدر اسمه مواقع السوشيال ميديا بسبب موقفه البطولي الحقيقة. تسلق بناية سكنية وعرض نفسه للخطر عشان ينقذ ال3 أطفال من الموت حرقا داخل شقتهم. الناس قالت ان الشاب تسلق مواسير الغاز لبناية سكنية حصلت فيها حريقة. البناية دي في شارع الجمهورية بأرض الجنينة بحي الزاوية الحمراء. عمل كده علشان يساعد 3 أطفال فضلوا يصرخوا في البلكونة في شرفة شقتهم اللي حصلت فيها النيران، وكانوا لوحدهم في المنزل في الوقت ده. السكان بتوع العمارة قالوا ان الشاب تمكن من انقاذ الأطفال ال3 وسط تصفيق وإشادة الأهالي الذين حملوه على الأعناق. بصراحة تستاهل يا جهاد، ربنا يا رب يبارك لك ويحميك. طبعا رواد التواصل الاجتماعي بيطالبوا السلطات المصرية بتكريم الشاب لموقفه البطولي وشهامته ودوره في انقاذ الاطفال ال3 من الموت ومواجهته خطر الموت حال امتدت النيران الى مواسير الغاز التي تسلقها بشجاعة. بصراحة انا كمان بطالب السلطات المصرية ان هم يكرموا الشاب ده مثل وقدوة لكل الشباب. ربنا يا رب يحميه ويبارك له في شهامته وجدعنته وموقفه البطولي. دوت يستاهل اكتر من تكريم بكتير. طبعا بداية رب العالمين هو اللي هيكرمه، بس لازم كمان الدولة تكرمه. انا بصراحة مش عارفة اقول ايه، انا مبسوطة وفرحانة بيه جدا. ربنا يا رب يبارك لأمه اللي ربته على الرجولة والشهامة والجدعنة. في ناس كتير بتقف في مواقف زي دي بتبقى واقفة ما بتبقاش عارفة تعمل ايه. الشاب ده طلع على مواسير الغاز مع ان في لحظة ممكن النار تمتد للماسورة دي، وبعد الشر كانت النار تمسك في المواسير الغاز كلها ويبقى صعب طبعا ان حد ينقذه هو شخصيا. فربنا يا رب يبارك له ويحميه ويكتر من امثالك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.